أهلا بيكم في نباش التاريخ. في يوم 10 سبتمبر سنة 1920 نشرت صحيفة ذا سنتينل الأمريكية مقال كبير وغني بالمعلومات وبالمناقشات المرتبطة باليهود وبالبلشفية وكمان نظريات كتيرة. بس في فقرتين بس اللي لفتوا نظري أكتر من أي حاجة. الأولى كانت بتتكلم عن الخلاف بين الأحزاب الاشتراكية في ألمانيا بخصوص طريقة إحداث تغيير أو ثورة. فبيقول كاتب المقال إن الخلاف بيكمن في إن غالبية الاشتراكيين بيأيدوا ثورة اجتماعية بس بطيئة، ده من أجل مسار برلماني سلمي ومستقيم، واللي بدوره هيحافظ لبعض الوقت على السياسة القائمة. وبيقول كمان إن الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين عاوزين يأمنوا حكم البروليتاريا بالثورة، أما البلاشفة والشيوعيين عاوزين جنب نفس الهدف ده القمع الكامل للبرجوازية. بس بيلفت الكاتب نظرنا لأن الفوضى السياسية بتزعزع تأسيس الدولة وبتؤدي في الآخر لحكم الفرد. أما الفقرة الثانية فبيقول كاتب المقال إن اليهود الألمان خايفين على أرواحهم الألمانية البحتة، وبيحتجوا بكل وسيلة ممكنة وبيملوا البلد بالتعميم وبالنشرات بيعلنوا إن اليهود هم ألمان حقيقيون، وعشان هم حقيقيين ما بيعترفوش بالبلشفية أو بيشاركوا في دعايتها. وإن قادة اليهود الألمان زي رودولف موس وماكس شتاينثال ووالتر رايثناو والبروفيسور هيرزوج وفريدز إنجل ولوثر شميت كلهم بيهدفوا بحسب تصريحاتهم الأخيرة لإقناع ألمانيا بأن الروح اليهودية ملهاش علاقة بالبلشفية، وإن البلشفية هي نتاج بعض العلوم الأجنبية وبتتعارض بشدة مع كل المصالح الألمانية. أما بالنسبة للأحزاب اليهودية فهي لغاية دلوقتي ما عبرتش عن آرائها بخصوص البلشفية علنيا، ده لأنها شايفة المسألة البلشفية دي على إنها مسألة غير يهودية بالمرة، بس في نفس الوقت مش هيقدروا يمنعوا أي حد إنه يثير سؤال الخاص بالبلشفية، وإن العبارات الثورية اللي نطق بيها للأسف عدد قليل من رجال الدولة اليهود ما ينفعش تنسب لكل اليهود. وبيختم الكاتب الفقرة دي وبيقول إن البلشفية هي الشعلة الجهنمية اللي بتشتعل في كل أنحاء العالم بس ما خدتش دعم من اليهود. المقال ده مهم لسببين. أولا إن النازيين كانوا دايما بيتهموا اليهود بأن هم وراء الحركة البلشفية اللي بدأت تجتاح أوروبا، وده دليل على إن اليهود الألمان كانوا بيدافعوا عن نفسهم ضد التهمة دي من قبل صعود النازيين. تاني حاجة بيوضح لنا المقال ده حالة الأطراف السياسية الألمانية داخل المجتمع ساعتها، دولة خارجة من حرب وهزيمة وثورة وعايشة حالة فقر وقهر. الدولة دي لسه مش عارفة هي عاوزة أنهي مسار. أخيرا لو عجبك المجهود والفكرة دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في الكومنت.